النهاردة أنا هقول لكم على حكاية واحدة هنا في أمريكا، جات أمريكا. هقول لكم الحكاية باختصار. هي بعتت لي قصتها وقالت لي عايزاكي تتكلمي على قصتي علشان توعي ناس كتيرة بتيجي أمريكا. هي قالت إن هي وجوزها كانوا بيحبوا بعض جدا واتجوزوا بعض عن حب. جات لهم الفرصة إن يجوا على أمريكا، جو أمريكا. قالت أنا ما كنتش عايزة أجي، إحنا حياتنا كويسة جدا في مصر. هو قال لي يلا نروح أمريكا علشان خاطر أولادنا يتعلموا علم كويس. قالت أول سنة كانت سنة جميلة جدا كويسة. قالت بعد أول سنة ابتدى ياخد كلاسات ESL. قالت هو الإنجليش بتاعه كويس جدا علشان هو واخد شهادة كويسة من مصر، وهو كان دارس في مدارس لغات، يعني هو الإنجليش بتاعه كويس. قالت بعد سنة واتنين أخد شهادة كويسة، اشتغل شغل كويس. ابتدى بعدين يتغير، يعرف ستات كتير. قالت انا ابتديت اعرف ان هو بيتكلم ستات، يقفل على نفسه ويتكلم كتير. اقول له انت بتتكلم مع مين؟ يقول لي لا ده شغل. قالت بعدين عرفت ان هو بيعرف ستات كتير وبيتقابل معاهم، وهو مرتبه كويس جدا وبيصرف عليهم فلوسه. قالت ابتدى يجيب اوردرات ليهم كتير. قالت كنت افتح الاوردر يتخانق معايا ويقول لي الاوردر اللي يجي عليه اسمك هو اللي تفتحيه، اوردر مش عليه اسمك ما تجيش عنده. قالت كنت افتح الاوردرات حاجات كتيرة لحاجات ستات. قالت كنت اتخانق ما عدتش بفتح الاوردرات. قالت هو مرتبه كويس جدا. قالت انا لما اقول له على حاجة يقول لي المصاريف غالية، بلات كتيرة، انت ما تعرفيش البلات ايه، المصاريف غالية. يعني هو بيصرف عليهم بيبقى نجيب ساويرس، وانت لما بتطلبوا منه حاجة بيبقى عايز يشحت من نجيب ساويرس. قالت خلاص انا بقالي كام سنة على الحال ده، المعاملة اتغيرت ليا ولأولادي. كان بيطلع الأولاد كل ويك اند، ولما بيبقى فيه فرصة بيطلعهم ويفسحهم. ما عادش بيطلعهم علشان ما عادش عنده وقت من الستات اللي بيعرفها. قالت خلاص احنا وصلنا لمرحلة الطلاق، انا ورقي في المحكمة، خلاص انا هتطلق. هو قال لي خلاص اتطلقي وانزلي عيشي بعيالك في مصر. يعني هو جه علشان اولاده هنا امريكا، وبعدين هو بيقولك انزلي انت واولادك. قالت خلاص انا خدت القرار، وصلت لمرحلة الانفصال. انا قلت لها حبيبتي لو عندك فرصة ترجعي ارجعي، علشان في بينكم اولاد. ضحايا الطلاق بتبقى الاولاد هي اللي بتتعب نفسيا. راجعي نفسك مرة واتنين وعشر، اجلي موضوع الطلاق. الاولاد هي اللي بتبقى الضحايا. طالما في اولاد موضوع الطلاق بتبقى الضحايا الاولاد، دي معروفة. قالت لي لا انا خدت القرار. قلت لها خلاص انزلي على مصر غيري جو واجلي موضوع الطلاق علشان اولادك. قالت لي لا انا خلاص اخدت القرار. ده انا حاجة هنا ناس كتيرة لما بتيجي امريكا بتفهم امريكا غلط. في ناس كتيرة بتيجي امريكا حياتها بتضيع علشان ان احنا بنبقى جايين فاهمين امريكا غلط. في ناس بتيجي مركزة في شغلها وفي عيلتها، ازاي تسدد المصاريف والايجارات وتبسط عيالها. في ناس تاني بتيجي هنا امريكا فاكرة امريكا دي خلاص انا هسيب مراتي واروح اتجوز واعيش حياتي. انتوا بتفهموا امريكا غلط. في ناس هنا لما بتيجي لما واحدة بتضحك لهم يفتكروا ان هي بتحبهم. هم هنا بيضحكوا لاي حد، هم حياتهم هنا مش قشريين، او هم هنا اي حد يضحكوا له. وصرف الكلمة اللي هقولها، اي حد ممكن لو ياخدوا على الواحد يحضنوه عادي مفيش مشاكل. احنا عندنا في مصر عندنا قيم وتقاليد، لما بنحضن حد بيبقى اقرب الاقارب، اخواتنا ولاد اخواتنا بابانا. لكن هنا اي حد يحضن، ما عندهمش مانع اسود ابيض من اي جنسية، هم عندهم هنا عادي. بس هنا مشكلة الناس بتيجي تفهم امريكا غلط. تاني حاجة، هنا في ستات كتيرة بتعتبر الراجل اللي بيصرف عليه ده شوجر دادي، هو بيصرف وخلاص. في ناس بتضيع حياتها علشان حاجات ما تستاهلش. في ناس خربت بيوتها كتير بسبب الحاجات دي.
انا حصل موقف قدامي من اسبوعين، كنت في عيادة، دخلوا 2 عرب، انا عرفت عرب من كلامهم، مع بتاعة الاستقبال عمال يهزر، واحد كان رايح يترجم لواحد. هما اللغة بتاعتهم، اللهجة بتاعتهم مش مصريين، ممكن يكونوا أردنيين أو عراقيين، معرفش. ابتدوا يهزروا مع اللي في الاستقبال، ويهزر معاها وإن هي بيوتيفول وحاجات حلوة كتير أنا سامعاهم. بعد ما خلص الكلام، يعني هي لدرجة هو مش عايز يخلص كلام، لولا هي بتقول له معلش عشان في حد تاني بعديه. اللي هو كان بيترجم بيقول للتاني ايه، شايف المرة مرحة ازاي، مش زي اللي عندي في البيت اللي ما بتعرفش تضحك. هو قاعد قريب مني فانا سامعاهم، فانا من جوايا عايزه اقول له، ما انت لو بتعامل اللي في البيت زي اللي انت بتعاملها هنا بالطريقه دي ما كنتش هتقول كده. وتاني حاجه، لو اللي في البيت مش بتضحك يبقى سوء استخدام منك. انت لو بتضحك في البيت هي هتضحك. يرد عليه التاني اللي هو بيترجم، التاني اللي مش عارف انجليش، يقول له انا لما اخد الجنسيه واعرف اتكلم، او لو عرفت اتكلم قبل ما اخد الجنسيه هتجوز واحده من هنا واسيب المرأة في البلاد. احنا عندنا ما بنقولش المرأة، احنا عندنا بنقول الغفير، اي حاجه من الحاجات اللي انتوا عارفينها، ايش اي حاجه ما احنا. لكن عندنا عندنا في مصر كلمه مرة دي ممكن تكون شتيمه، لكن هو مش مصري. اول ما جه وفكر حاجه يعملها يسيب مراته في البلاد وهيتجوز واحده، عشان الناس هنا عقولها جايه بتفكر في حاجه معينه، جايه بتفكر في الستات. تاني حاجه حبيبتي، انا احب اقولك راجعي نفسك، ربنا يوفقك وربنا يقدم لك اللي فيه الخير. معاكي اطفال، راجعي نفسك علشان اطفالك. هو ممكن تحصل حاجه في اي وقت بينه وبين اللي يعرفهم، من اول غلطة هيرجع ليكي ولأولادك. فكري تاني، راجعي حياتك، راجعي نفسك، فكري في اولادك، وربنا يوفقك وربنا يهديه. واي حد يجي على امريكا فكروا في عائلاتكم، فكروا في بيتكم، ما تفكروش في حياتكم اللي هي هنا. الامريكان بيضحكوا لاي حد، اي حد يحضنوه، مش اي واحده تضحك لكم نجري ونجيب هدايا ونجيب ورد. دي في رجاله لو تسالوها تقولوا لها ايه احلى اكله مراتك بتحبها يقولك ما اعرفش، ايه احلى لون مراتك بتحبه يقول ما اعرفش، ايه احلى برفيوم مراتك بتحبه ما اعرفش، ايه المقاس حتى الشوز بتاع مراتك ايه ما يعرفش. هو بيبقى عارف كل حاجه عن حبيبته علشان بيجيب لها، لكن علشان مراته ما بيجيب لهاش ما يعرفش حاجه. في ناس كتير هنا بتيجي وتضيع علشان حاجة ما تستاهلش. لما تيجوا امريكا فكروا في عائلاتكم، ما تفكروش في نزواتكم. ربنا يوفق الجميع وربنا يوفقك يا حبيبتي، وربنا يقدم لك كل اللي في الصالح يا رب.